متتبعات ومتتبعي قناة ضوء عمر، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد والاستثنائي في إطار متابعة الحوار الجاري بين فوزي القجع وزير المنتدب المكلف بالميزانية والنقابة التعليمية الأربع. اليوم الجمعة 8 دجنبر 2023، كان الكل يترقب أنه غادي يكون شي مستجد مهم وكبير غادي يقلب المعادلة في إطار الأزمة الحاصلة داخل قطاع التربية والتكوين، ولكن مع كامل الأسف لم يكن هناك أي مخرج. وأنا في هذه القضية كنحمل المسؤولية كاملة للحكومة باش نكونوا واضحين. على أي نرجعوا لقضية تحميل المسؤوليات في الأخر. ما حصل اليوم هو أنه حسب التصريح ديال عبد الصادق الرغيوي عند النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه كان حوار حول الملفات الفئوية العالقة وقضية الأجر. السؤال اللي تطرح هو واش أنه تم تحديد مقدار ديال الزيادة. المفاوضات جارية حول من طرف النقابات التي تقترح 3000 درهم كزيادة صافية في أجر كل نساء ورجال التعليم خاصة فئة هيئة التدريس، مع إمكانية التفاوض. حاليا الحكومة تتردد في القبول من عدمه وتحاور وتفاوض ليكون التقليص، ولكن القضية ديال الزيادة في الأجر أو مقدار الزيادة في الأجر مرتبطة بمتغير آخر هو حل الملفات العالقة، لأن حل الملفات العالقة وحل كل ملف يرتبط بتكلفة مالية. يعني بالتالي المنتظر أنه حتى يتم حل كل الملفات العالقة الفئوية ديال كل فئة على حدة على ضوءها، وبعد تحديد الكلفة المالية ديال كل ملف سيتم الاتفاق نهائيا يوم الأحد القادم على مقدار الزيادة اللي غادة تكون شحال. وحسب التصريحات أيضا اللي صدرات من خلال بعد الاجتماع طبعا أنه كل الملفات الفئوية عرضت على طاولة النقاش. يعني بالتالي حتى ملف التعاقد الذي كان قاب قوسين أو أدنى من عدم طرحه من عدمه هو طرح. الآن السؤال يطرح حول الحل الذي سيقدم، هل سيكون فعلا الإدماج في الوظيفة العمومية أم لن يكون، مع انتظارنا الجواب حول أسئلة أخرى من ضمنها واش أنه المتقاعدين المشرفين على الأساتذة المشرفين على التقاعد، الناس ديال السلم 11 واش غيستافدوا استثنائيا من خارج السلم او لا، وملفات اخرى هل طرحت ام لم تطرح. الايام كفيله بالاجابه. بالتالي اليوم اللي نقدر نقول لكم هو انه يعني ما كانش شي قرارات من هذا الاجتماع الحالي ديال اليوم. كان نقاش حول الحلول ديال الملفات الفئويه هي اللي خدات حيز كبير من الوقت، على اساس انه بعد التوافق حول حلول لكل ملف وتحديد الكلفه الماليه لكل ملف فيهم، بعد ذلك سيتم تحديد المقدار ديال الزياده الصافيه في الاجر. وعلى ما يبدو على انه تم الاتفاق على انه غادي تكون زياده صافيه، مازال ما عرفناش، ولكن يظهر من خلال التصريحات والتسريبات على انه هناك اتفاق مبدئي حول الزياده الصافيه عوض الزياده عبر الاشطر كما هو جرت العاده في قطاعات اخرى، على اساس انه سيتم تمديد جولات الحوار الى يومي السبت والاحد. دونك هادو هما المستجدات اللي كاينه. اي مستجد كنتوصلوا به وغير للاشاره فقط، راه حنا ما كنعتمدوش فقط على ما ينشر او ما يسرب او ما كذا، بقدر ما انه حنا في القناه وفي الاداره القناه تنبذلوا مجهود، بل كنتواصلوا تنهزوا التليفونات تنشوفوا مصادر ديال المعلومه باش ممكن كنبارطاجيو معكم المعلومه في حينها وفي زمانها ومكانها المناسبين. دونك الى عجبكم الفيديو طبعا والمحتوى ما تنسوش انكم تشاركوه، وما تنسوش انكم تفعلوا الاشتراك والجرس مع باش توصلوا باي جديد، وكذلك تغنيونا بالتعليقات ديالكم سواء كنتم متفقين او مختلفين. مرحبا باي فكره، غير هو التعليقات السيئه اللي فيها قله الاحترام وفيها احكام القيمه لن نتفاعل معها ولن ينتج منا اي رد فعل، لان كل اناء بما فيه ينضح كما يقال. ومع كامل الاسف هذا قوس غنفتحوا باش غنسالي الفيديو، انه بعض الناس مع كامل الاسف يحسبون عنوه على نساء ورجال التعليم، كيهضروا بواحد المنطق دغمائي في احكام القيمه، وكيوصل بعض المرات حتى للسب والشتم والنقص في الاعراض. هاد الناس غنقولوا لهم ما غنمشيو معكم لا الرد فعل لا حتى شي حاجه، غنقول لكم الله يشافيكم وصافي، وعاودوا النظر في راسكم في داكشي اللي كتكتبوا، والسلام عليكم.